أهلا وسهلا ومرحبا متابعي أضواء على العراق وحلقة جديدة من أضواء على العراق الثقافي. هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر تشرين ثاني 2020. خذانا الواهس من بعيد نزف شموعنا لشوقك، مشينا وإيد تشبك إيد، نناغي الروح بطيوفك، العمر من غير حب شي يفيد، دلمني بعصرة جفوفك، يا ريحة مسك يا هيل، عذبني ونيل الليل. كلمات الشاعر المبدع الرائع ناظم السماوي، وألحان محمد نوشي، من أداء الأستاذ الراحل سعدي الحلي. حلقة هذا اليوم اختاريتها حتى نمر على أطلال من الذكريات ومن الفن ومن الشخصيات اللي تركت بصمة في حياة الكثير من العراقيين. هي شكر لهم، شكر لعطائهم، هو تذكر لماضي كنا نتأمل أن يكون أفضل، لكن مع هذا تشبثنا بالحياة ومحبتنا للسلم والأمن والأمان هو اللي يخلينا أن نسترجع تلك الذكريات بأمل التمسك بها والعمل لإعادتها وإعادة الأمن والأمان إلى وطننا الغالي. كثيرة هي الذكريات اللي تجمعنا مع الفنانين الشعبيين. هذه الساحة اللي أمامكم هي ساحة أم البروم بالبصرة. قلة أكو من العراقيين اللي ما سمعوا بساحة أم البروم، حتى لو ما شايفيها. خلوني أذكركم. غنائية ريفية بحضور الأخ شرهان قاطع من محافظة البصرة إلى محافظة بغداد. الحفلة الغنائية التي يقدمها لنا مطربنا الشعبي ولأول مرة عباد العماري. ثبت حضور الأخ شرهان قاطع صاحب تسجيلات في محافظة البصرة، ساحة أم البروم تحت فندق العروبة الكبير. سيقدم عباد العماري هذه الحفلة الغنائية الموسيقية لأول مرة، سيقدم فيها ويقول لأول مرة الأغنية قبل سنتين ماتت ضحكة أيامي. هذه الأغنية الأولى التي سيقدمها لنا في هذه الحفلة الغنائية الريفية. هسه تذكرت زين بالفورتات، بالحفلات، بكثير من القهاوي كنا نسمع هاي الأغاني. وربما قسم من عندنا كان ينسجم معها، ربما قسم من عندنا كان عنده هوى آخر، لكن بمرور الوقت وبمرور تجربة الإنسان وعامل الغربة يخليك تشبث بأبسط المفردات وبأبسط الأمور التي ربما للكثير من الناس لم تعد تعني شيئا، أو أصبحت من الماضي قبل الطوفان. لكن حتى أنت تحافظ على أصالة مالتك يجب أن تجمع كل المفردات وأن تحطها بنظر عينك، لأن هناك من يريد أن يغير واقع العراق، من يريد أن يقضي على ثقافة العراق ويحل محلها ثقافة أخرى. لسكنة بغداد وللأخوة والأخوات اللي كانوا يركبون الفورتات أو تاكسي، أو اللي كانوا يروحون إلى مدينة الثورة ومدينة الشعلة ومدينة الشعب والبياع وكل هاي الأحياء الشعبية الجميلة، وحتى في بغداد جديدة وغيرها. وكان أيام الخميس
اللي كانت الناس تحتفل بيها بالأعراس وغيرها وينصبون السماعات. أنا أسألكم سؤال اليوم 18 تشرين ثاني 2020، شو تريدون بمدينة الثورة وبمدينة الشعب وبالشعلة وبالحرية وبالبياع وببغداد الجديدة وبكل هاي المناطق الشعبية الجميلة؟ تريدون ذني الأغاني لو تريدون الشيء اللي موجود اليوم؟ أتركها لكم. أنا بالنسبة لي هذا هو تراثي، هذا هو شعبي، هاي هي ثقافتنا. بغض النظر الغناء الريفي العراقي هو جزء من الموروث الشعبي العراقي. يقول الأستاذ باسم مطلب، الباحث باسم مطلب، يقول الأغنية الشعبية هي عبارة عن لوحات تعبيرية فيها المبهج والمفرح والمحزن، ورح نشوف نماذج منها، وهي تؤلف ثروة فنية وثروة ثقافية لهذا المجتمع. كثير من دول العالم عندها مؤسسات خاصة تعني بالثقافة الشعبية، بالفلكلور الشعبي، بالموروث الشعبي، عندها متاحف، عندها أشكال من البحوث والهاي، وعندها مسعى كبير للحفاظ عليها وكيف تنميها وتحولها من جيل إلى جيل. طبعا هناك تعريف للأغنية الشعبية إن كانت مدنية أو ريفية بغض النظر، يقول هي تعتمد على كلمات سهلة وتلحين سهل ليأتي العوام ويأخذها ويرددها بمجرد سماعها، لأنها أغنية بمفردة بسيطة وبلحن بسيط. يقول الغناء هو لون من ألوان التعبير عند الشعوب، والشعب العراقي مو بمعزل، والجنوب العراقي ليس بمعزل أبدا، خاصة للي يقرأ تاريخ العراق القديم وعلاقة ابن الجنوب إن كان من السماوة إلى البصرة إلى الناصرية إلى العمارة إلى الكوت إلى النجف إلى كربلاء، إلى كل هاي المحافظات، إلى الديوانية، كل هذه المحافظات الجميلة والغالية اللي ارتبطت بالطين وبالماء وبالخضار وبالعشق وبالفرح وبالحياة، واللي أيضا شافت كل أنواع العذابات. ولعل الشخصيات اللي راح أقدمها لكم اليوم الراحل سلمان المنكوب والراحل سعد الحلي والراحل بادي العماري، هذه الشخصيات هي جزء أصبح غنائها وكثير من الكلام اللي تقوله بالغناء مالتها هو جزء من الوجع العراقي، جزء من الوجع اللي حملوه الفلاحين اللي اضطروا إلى ترك أراضيهم وترك محافظاتهم وترك قراهم أمام جور الإقطاع وأمام الفقر والمرض، وتوجهوا إلى المدن. وهاي المرحلة الانتقالية ما بين أنت أن تترك مدينتك وقريتك ومايك والطير والهواء والحرية اللي موجودة وتجي إلى المدينة وتعمل بأي عمل كان بس في سبيل أن تعيش، كان لها بصماتها في غناء هؤلاء الناس. سنلمسها بالكلام، سنلمسها باللحن، سنلمسها بالحنجرة، سنلمسها بالآهة. ولعل حياة الغربة للعراقيين أو لمعظم العراقيين هي لا تختلف أبدا عن حياة الغربة اللي عاشوها أهلنا اللي اضطروا إلى ترك محافظاتهم وولاياتهم وقراهم في جنوب العراق. الرحلة اليوم أتمنى أن أكون موفق فيها. ليس من السهل المرور
على هذه الشخصيات، لكن دعوني أقول لكم كلام ونكون كلام أخوي. أنا الغاية من هذا هو تحريك، الغاية منهم هو استذكار. أنا لست بباحث، كل اللي يهمني هو كيف أحافظ على هذا الموروث الشعبي وكيف إحنا نحافظ عليه سوية. هو أن أشكر هؤلاء الناس، أن أشكر عوائلهم، أن أدعو الناس أينما كانوا أن يكتبون أكثر، أن ينشرون أكثر. شكرا لكل الأخوات والأخوة اللي ينشرون باليوتيوب أغاني هؤلاء الفنانين وغيرهم من الفنانين. أنا أعتبره عمل وطني كبير، ودائما أقوله هذا هو قمة الوطنية. أنت لما تحافظ على موروثك الوطني أمام حملة ظالمة يقودها مجموعة من الجهلة، هؤلاء أنا أسأل، ودائما مرات يعني أكو قسم منهم يحرمون الغنى ويحرمون الموسيقى وغيرهم. أقول أبهاتكم لما تزوجوا ايش دقوا بالعرس مالتهم؟ روحوا اسألوهم. الآن تطلع لك عصابات وتطلع لك ناس قطاع طرق، ما يصير تغني وما يصير تعزف وما يصير كذا. وأيام 2005 و2006 و2007 كانوا يقتلوهم بالشوارع ويهجمون على أعراس للأسف يعني. يعني أنا متأكد أكو كثير من الذكريات، لكن لن نستسلم لهذه الموجة الطارئة جدا على الثقافة العراقية وعلى العقل العراقي وعلى الروح العراقية وعلى الأصالة العراقية. هؤلاء الناس لم يقرأوا التاريخ ولا يعرفوا ما هو التاريخ، لا يعرفوا بأن من اخترع الآلات الموسيقية كانوا أجدادهم السومريين العظام والبابليين والآشوريين. لا يعرفوا بأن أجمل القصائد قيلت من هذه الحضارة الجميلة وهذه الحضارة الرائعة. الأغاني والأفراح والمناسبات والكرنفالات أول ما عرفتها البشرية عرفتها من بلاد سومر ومن بلاد أور ومن بلاد آشور. روحوا رجعوا للآثار. بس حيف لما يجوا لك ناس، يتحدث المرحوم فؤاد سالم لما عاد للعراق عام 2010 يقول كدا أتمشى بالبصرة وشايل بيدي عود، يقول لي جالي ولد شاب يعني يمكن عمره أصغر من عمر أولاده، قال له ما يصير تشيل العود حرام. يقول لي باوعت على هذا الولد شايل رشاشة، قلت له الرشاشة حلال والعود حرام؟ أي ثقافة، أي عقل، أي أيديولوجية هاي. بس زين لما تطلع كل هاي حتى ذاك الوقت الشعب العراقي يعرف كيف يختار. الرحلة الأولى أو الشخصية الأولى اللي أتشرف بتقديمها لكم اليوم هو الراحل الأستاذ سلمان منكوب. سلمان منكوب ولد في ناحية الكوميت بمحافظة ميسان عام 1918، وينتمي المنكوب إلى عشيرة العواشق المياح. بدأ الغناء طبعا سلمان منكوب يرجع من عائلة متدينة. جده يعني أبو والده كان بمرتبة آية الله، يعني المرتبة اللي وصل إلها بالدين. ووالده كان شخصية دينية كبيرة جدا. لما هو بلش عنده هاي الرغبة بالغناء ومن هالمسائل اصطدم مع والده، وحاول قدر الإمكان أن يثنيه، لكن بكثير من المقابلات يقول حاولت أن أفهمه أبويا بأن قضية الغناء وقضية الفن وقضية التواصل مع الناس بهذه الطريقة هي مو اختيار. هذا احنا دائما نقول هي نعمة من الله نزلت على الإنسان، ولهذا السبب اضطر أن يترك الولاية وأن ينزل لبغداد. وأول ما بدأ الغناء في عام 1948
من خلال الإذاعة اللاسلكية، وكانت أولى أغنياته وياكم وياكم اخذوني وياكم، وكانت آلة الربابة رفيقته الأولى في بداية مسيرته الفنية. وبعدها هذا الإنسان الرائع تعلم العزف على، وكان يعزف بالحقيقة، مو تعلم بس، كان يعزف على آلة العود والكمان والسنطور، وسجل أكثر من 1200 كاسيت طيلة حياته الفنية. نستمع إلى واحدة من روايع الراحل سلمان المنكوب. طبعا قبل لا أبلش بالأغنية دعوني أشكر وأتقدم بالسلام والتحية إلى نجلة الأستاذ عباس سلمان المنكوب. أطلع لكم صورته بعد لحظة، لأن ناشر كثير من الأغاني واللقاءات مالته. بس خلونا نستمع إلى أغنية اللي أنا يعني شخصيا أول ما سمعت بسلمان المنكوب سمعت عبر أغنية إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قالوا اتركوه. هاي يعني أنا أذكر يمكن حدث بالستينيات كانت، وأحد الأحبة قال لي كمال هاي القصيدة هي لشاعر سوداني اسمه إدريس جماع، ويلقب إدريس بالشاعر المجنون. نستمع إلى إن حظي كدقيق. إن حظي كدقيق بين شوك بذروا، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا، للي يتابع هذه التسجيلات اللي موجودة، أنا يعني مرة أخرى أقول شكرا جزيلا لكل من ينشر. الأستاذ ابن الأستاذ عباس، الأستاذ عباس طبعا عنده أشرطة كثيرة وعنده نشر أيضا، وتشوفون أنتم أكو نوعين من النشر، أكو نشر عن نشر عن نشر. أنا متأكد قسم من الإخوان لما ينشرون ربما ما يهتمون بنوعية التسجيل أو حتى رداءته، لأن عنده غاية هو أن يحافظ على هاي الأغنية، ويمكن هو بنظره هذا كنز
وملازم. هذا الكنز يريد كل الناس تعرفه. شكرا جزيلا لهم. أنا كنت أتمنى لو كان وطننا، ولو كان الوضع بالعراق وضع مستقر، حروب ودمار وحصار وغربة وعقليات، يعني هذا الإرث كان من الممكن أن يقدم، وأن يقدم بشكل جميل، وأن تتوارث هاي الأجيال، وأن تشرب منه، وأن تتعلم منه، وأن تعيد إنتاجه. بس مرة أخرى أكو هناك بعض التسجيلات، ربما تسجيل سيء أو غيرها، لكن حتى لو كان تسجيلا سيئا أنا أقول شكرا لكم، استمروا وزيدوها، زيدوها، لأن المقابل يريد يمسحها كلها. زيدوها. في هذه الصورة الأستاذ عباس سلمان المنكوب نجلة يحمل آلة. هذه الآلة اخترعها سلمان المنكوب، واسمها النايحة، أتصور اسمها النايحة. يقول هذا اللي بيده هو والده صنعها، وكان يستعملها بالعزف أيضا. يقول ابتكر آلة النايحة، وهي آلة وترية، وغنى من خلالها أجمل الأغاني الحزينة، كما استحدث طور حزين وسماه بطور المنكوب، وهو من نغم الصبا. وكتب الشعر ولحن أغلب أغانيه، وشاركه اللحن ولده عباس المنكوب في تلحين البعض منها، وحاز على جوائز عديدة، وسافر إلى بلدان عدة مثل مصر ولبنان والخليج وإيران وأمريكا، وغنى باللغتين الفارسية والهندية. نستمع إلى وحدة من الأغاني الجميلة اللي عنده. يقول أردبتشي لمن يعمن عيوني. سلامتك. يقول عباس الخياط بن هلال العقابي لئن كنت أخليت عفوا لئن كنت أخليت المكان الذي يرى فهيهات يخلو مكانك من قلبي، خلا منك طرفي وامتلى منك خاطري، كأنك من عيني نقلت إلى قلبي. يلا نقال نشر باخرات الفن يا فالح حبيبي ابو داود. عباس يقول وقلبي يا دنيا بعد جربيني، وقلبي كثير السلب لبغير يا ويلا، وقلبي بويا رسم صبح سكن فكري، رسم صبحي سكن فكري، وقلبي وسرى بدم الوريد يدور ويشوف الزمان يا صبح شلعاب بيا يا ويلا اللي يدقق بالكلمات ويدقق باللحن، هذه لا تأتي من فراغ، هذه تأتي حقا من وجع ومن ألم. وكثير مرة أخرى كثير من الأخوة والأخوات اللي يعيشون الغربة، صح إحنا نفرح ونضحك ونروح مناسبات، لكن أيضا أكو هناك ساعة
للوجد، وساعة اللي ترجعك، وساعة كان من الممكن لهذا الوجع اللي موجود لدى كثير من العراقيين المغتربين بالذات أن يروح. يعني أكو شعوب كثيرة تروح أنت لأستراليا، لأمريكا، لكندا، لفلان، تشوف لك أشكال وأرناك شعوب، وهذول الناس يعني ربما ما يعيش الغربة اللي يعيشها العراقي، يشوف وطنه يمزق، يشوف ذئاب تأكل بوطنه وتأكل بشعبه. هذا يخلي غربتك غربة مضاعفة، لأن كان من الممكن أنت أن تفتح التلفزيون وتتفرج العراق الجميل، تتفرج الأنهار، تتفرج الأهوار، تتفرج الجبال الحلوة، تشوف هاي الوجوه الطيبة، تشوف ذول الأطفال. أما من تفتح التلفزيون وتشوف التفجيرات والكاتيوشة دا تطير، وتشوف لك هاي الوجوه القبيحة اللي ما أدري منين طلعت. حزن، لكن إن شاء الله ما يدوم. يقول كتب اتقن عدة لغات عدا اللغة العربية. وطبعا للي يتابع غناء سلمان المنكوب هو دائما يبدأ بالشعر الفصيح، وبالتالي ينتقل إلى يكمل بالعامية، وهي في طريقة جميلة قمة بالروعة. يقول اتقن عدة لغات عدا اللغة الأم، ومنها الإنجليزية والألمانية والفارسية والهندية. وكان لهذا الإنسان مواقف وطنية مشرفة، ما كان متفرج. أستاذ سلمان للأسف ماكو كثير مكتوب عنه، حالة من حال كثير من الناس. اعتقل على الأقل ل3 مرات بسبب مواقفه الوطنية. هذا جزاء حب الوطن لدى أنظمة الاستبداد. أيضا يقول عمل في عدة مهن من خلال حياته، مثل مصلح ساعات ومصلح أجهزة كهربائية، وعمل بحارا، كما عمل خلفة بناء، وغنى الدويتو أي الغناء الثنائي مع داخل حسن وشهيد كريم وعبادي العماري وعبد الزهرة مناتي وحسين سعيدة وعودة فاضل وجويسم وسيد فالح. نستمع إلى طبعا من طور الحويجة، نستمع إليه. راحوا بعد مني وانا انقطع
دمعة وعتابي من طوح الحادي حقك لو حزمتي على ليش وانهضمتي حقك حزمتي على ليش وانهضمتي ترى القلب جرحتي يا دار اهل الحمية ترى القلب جرحتي يا دار اهل الحمية امرا من منازل منازل مخلية امرا من منازل منازل مخلية قلها وينها الناس تقول اقطع رضية قلها وينها الناس تقول اقطع رضية قلها وينهن تقول اقطعوا بي. طبعا أمرا المنازل هي تعتبر واحدة من الأغاني الشهيرة جدا للمرحوم سلمان منكوب. يقول غنى المنكوب لشعراء شعبيين كبار مثل كاظم إسماعيل القاطع وعباس الخياط وصالح العاني، وله مساجلات شعرية كثيرة منها مع الشاعر أبو معيش. وأشهر أغنياته اللي هي المنازل وبيك التعب ضاع. بيك التعب ضاع هي ردا على أغنية لا خبر للدكتور فاضل عواد. يقول كتب قصيدة غير منقطة تحتوي على 62 بيت شعري، وغنى المقام العراقي الدشت والبنجكة، كما اشتهر بغناء الأطوار الريفية التالية: البيات واللامي والصبا والشطراوي والغافلي والشطيت، وأجاد في غناء جميع الأطوار الريفية والجنوبية والغربية منها. وكان يلقب ببلبل الجنوب وطائر الجنوب الحزين، لكن لقب المنكوب كان الأقرب إلى نفسه، ويقال بأنه لقب بالمنكوب نسبة إلى فيضان بغداد الذي ضربها عام 1954 في منطقة الوشاش. رحل الأستاذ الفنان سلمان المنكوب في يوم 2/9/2011. هو من مواليد 1918 عمر. السنين الأخيرة اللي قضاها، طبعا أكو كثير من الفيديوهات اللي موجودة، السنين الأخيرة اللي قضاها كان يعني عنده مشكلة بالحركة، يبدو كان أكو عنده حادثة أو شيء من هالقبيل اللي ما قدر بعد يتحرك كثير. وأيضا كان بلش يصير عنده فقدان بالذاكرة. يعني أكو أكثر من لقاء، وأنا يعني أدعوكم إذا أنتم حابين أكثر عن هذه الشخصية يكون من الجميل موجودة باليوتيوب. يعني بمجرد ما أن تكتب سلمان منكوب تطلع لك الأغنية اللي سمعناها مال أمرا من المنازل. طبعا التسجيل مالتها تسجيل صافي راقي جميل. هي واحدة من التسجيلات على البكرة اللي نشرها نجلة الأستاذ عباس سلمان المنكوب. يا ريت لو تكون أكثر وأكثر. يا ريت إحنا لو عندنا جهات رسمية اللي تتبنى هاي الثقافة وتتبنى هذا الفن وتتبنى هذا الفكر، وأن نقله إلى أجيال أخرى، لأن هذا موروث، هذا كنز. الأخير الشيء اللي عندي مع الراحل سلمان منكوب هي مناظرة شعرية أو جلسة يقتسم بها سلمان المنكوب مع الشاعر الجميل والرقيق ناظم السماوي. أحبة المستمعين، ما زلنا متواصلين وياكم وجلسة حبايب ديموزي، وفي ضيافتنا لهذا اليوم فنان الكبير سلمان المنكوب وشاعرنا الكبير أيضا
ناظم سماوي. راح نبدو من أستاذ ناظم هو يسمعنا السيري حتى يجاوب فنان الكبير سلمان المنكوب. خليكم ويانا. أحلام كانت تراود فكري ما تنشاف. أحلام كانت تراود فكري ما تنشاف، منها الرجاء وبقت دمعاتي ما تنشاف. تشافت جروح الخلق وجروحي ما تنشاف، وحد الذي كان يسري ويركب كلمات، عنا بعيد الركب والما لحق كلمات، أصحاب ما حصلت منهم سوى كلمات. أهلا تفضل شلونك وين ما تنشاف. الله داود. أذاب الحشا في عندي لامه البعد، ومزق قلبي في خناجره الصد، وهذه جروحي لم تزل تنزف الدماء وتقطر قيحا شل من وقعه الجهد، وما كنت أدري والحياة تجارب بأن رفاقي لم يدوم لهم عهد، وقد عقني كل الذين عرفتهم، فما حن لي عمرو ولا زارني زيد. بيزار حملت من الزمان هموم، حملت من الزمان هموم، بيزار وربع الهوم عرف وياي. بيزار أنا حملت من الزمان هموم، بيزار وربع الهوم عرف وياي يبا ويزور. بيزار عمر لا حن لي ولا زيد، بيام المحان بالسجون يا سلمان منكوب. ما وحيد عمر لا حن لي ولا زيد، بيزار وكل ربع العرف شحاوا علي، وأصبحت طير ذبيح يرفس الأرض، يرفس الأرض لاهثا برجليه، والدنيا يداعبها السعد. سعداي يا الدنيا بخير، الدنيا بخير وانا طير. سعداي ومن ضمن زمان نكواس، سعداي ردت واحد من اهلي ويا ماي، سعداي يا ماي ولا واحد نشد منهم علي لك يا شاعر. الرحمة لروح الأستاذ سلمان منكوب، وتحية إلى من تبقى من عائلته الكريمة وإلى أحفاده. لكم الحق أن تفتخروا بهذا الإنسان وبعطائه.